السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق. لسه مكملين معاكم جولتنا في السيف جاليري وأحدث الأجهزة والعروض اللي نازلة في السيف جاليري. هنا بقى كله يجمع أصحاب المزاج العالي اللي هم يحبوا يعملوا القهوة أو الإسبريسو أو الكابتشينو بمزاجهم. جايبين لكم مطحنة متخصصة لطحن البن. بنحط القهوة من فوق نحمصها، وطبعا بتنزل وليها كب كده مخصوص للبن الطازة. وميزتها بقى يا جماعة انها بتيجي بشاشة ديجيتال، وبتيجي بقوة موتور 200 واط. ميزتها بقى يا جماعة ان احنا بنتحكم في درجات البن، يعني درجات طحن البن، لان مش كل درجات البن تنفع يعني مثلا درجة واحد، شوفوا زي ما انتم شايفين هنا اهو، حركها كده. هنا اول درجة للقهوة التركي العادية اللي بتعمل في الكنكة. هنا بقى للاسبريسو لما نحب نضغطها. هنا لأعلى طحن اللي هو حد درجة 31 للقهوة العربية، من خلال ان انا بلف القطعة دي. بصوا بالشكل ده اهو، بلفها كده من تحت عشان احدد درجة الطحنة. يعني انا مثلا كده وقفت اهو في النص على اصحاب المزاج العالي بقى اللي يحبوا اللي يشربوا الاسبريسو في ماكينات ضغط انا اسف، ده الماكينات الاسبريسو. زي ما قلنا لكم ده شكلها. زي ما قلنا لكم هي ساعتها بتاخد 250 جرام، 275 جرام بن. الموتور بتاعها 200 واط. علبة البن بتيجي معاها كده. الشاشة ديجيتال. هنا زرار الستوب ونقدر نشغلها تايمر لمدة معينة، ونقدر نحدد لها عدد الأكواب اللي احنا عايزين نطحنها. احنا بنحط البن متحمص هنا، وهي تطحن لي الكمية المناسبة لعدد الفناجين اللي انا عايزها. كمان انا اقدر بمنتهى البساطة احدد لكم من خلال اللفة دي كده قوة طحن البن او درجة طحن البن زي ما بيقولوا. مطحنة متخصصة قوي لاصحاب المزاج العالي اللي يحبوا يعملوا القهوة بايديهم ويظبطوها. شاشة ديجيتال بصراحة يعني جودة عالية جدا. هي بتنزل 3 الوان، يا رب بس يكونوا باينين في الصورة. اللون الابيض العاجي ده، او اللون الفضي، او اللون اللي انا مش عارف صراحة اقول ايه، يعني لا منه رمادي، يعني انا مش عارف ده ايه صراحة. انتوا بقى ابعتولنا في الكومنتات. اللي حابب يتواصل معانا، جروبنا جروب ام حمزة للتسويق لكافة المنتجات وارد السعودية. اللي حابب يتواصل معانا يبعت لنا على الواتساب بتاع المحل بتاعنا 010-13-83-0875. اللي حابب يلحق عروض السيف جاليري نازل على كل المنتجات دي عروض. ابعتوا لنا المنتج اللي انتوا عايزينه واحنا نقول لكم تكلفته بالشحن واصل لحد باب البيت.